Aman yare le yare tel del dayıp şeşare Bırım çaye havare Kıstım ben zimare Mürün bideste tehaşe Ömrüm bideste yâre Aman yâriz helâkım Tergâh meskin tenâkım Tergâh gülün tenâkım Aman yâriz helâkım Tergâh meskin tenâkım Tergâh gülün tenâkım Germa havinetinda Golo gıpkan binda Havşa yara narinda Kulil kaldu rejinda Defu dilan gümraha Khaca zeri sevda Aman yâriz helâkım Tergâh meskin tenâkım Tergâh gülün tenâkım Aman yâriz helâkım Tergâh meskin tenâkım
بله تماشاوانین هجار ایوار باش ایوارا و بخیر به هیوی ماکو وندنا و خیر و خوشیه دبن هرتم شاد و بختور بن ایروجی وکما هول داک و ام هرتم میوانن جدا میوانن جواز بنرین خو بارکن خو بخباتن خو جوار بینن اکرانا روشن تیوی میوان مجی ایرو میوان کی ج عربستانه میوان کی ما ج یمنیه وکما رکلاماوی بری ویجی دابو کو ایرو پروگرام وی به زمان عربی به بهدیا و یکینه کو دانو استادن تکل داری لگل برنامجی د اصلا خویا خوش و بلند به میوان ما دوست گل کرد میوان ما دوست زمان کردی کلتور و فولکلورا کردی چاندا کردی ماموستا ابراهیم ببورم ماموستا انور البريهية از انا هوی دعوت بکم و از ناساندن هویجی باشتر بدم ناساندن که انور مساء الخير وتب خيراتي. مساء الخير، شكرا لك وشكرا للاستضافة. تسمع؟ بلا اسمعك صديقي، بتسمعني جيد؟ عم تسمعني؟ اسمعك بشكل جيد. اوكي تمام. بله دوستان هجا از هنکی لسر جیانا بريز انور البريهي باخذم، ومثل ما قلنا استاذ انور البرنامج راح يكون باللغه العربيه. كونك صديق الكرد وبتحاول تتاقلم مع الوقائع الجديده وتتعلم اللغه الكرديه في قادمات الايام ان شاء الله بنسوي معك برنامج حول اللغه وحول استدراك اللغه وحول مدارك اللغه، حول تعلمك للثقافه الكرديه اكثر وحبك للغه الكرديه. ولكن الحوار اليوم راح يكون باللغه العربيه. بلا مساء الخير، مساء الحوار، مساء الإنسان والحريات، مساء الضيف العزيز. اليوم ليس ككل الأيام، اليوم نتشرف من على شاشتنا روشن تيفي بضيف متزن وهادئ وجميل، بضيف يمني مثقف له باع طويل في قرع أبواب الصداقات والصالونات الثقافية والفكرية والمجتمعية عبر العلاقات المباشرة وغير المباشرة وعبر العالم والفضاء الإنترنتي الواسع والكبير. اليوم ضيفنا هو الأخ والصديق الأستاذ أنور البريهي، ناشط من اليمن، طالب دكتوراه في الدراسات الإعلامية بجامعة الإعلام الصينية، مقيم بشكل مؤقت في تركيا. هو صديق يمني جميل مواكب لقضية شعبه في الحريات والعيش السعيد، ومناصر أيضا لقضايا الشعوب المظلومة والمقهورة ومنها قضية الشعب الكردي. ويلعب الأستاذ أنور البريهي دورا كبيرا ومشرفا في التعريف بقضية الشعب الكردي وإقامة جسور الصداقة والتواصل بيننا أي بين شعبينا وقضيتينا، بحيث يمكننا تسمية الأستاذ أنور البريهي بالجسر الثقافي بيننا بين القضيتين والثقافتين الكردية واليمنية. وفي هذه المفصلية التاريخية يكون قد خدم ويخدم قضية شعبه أكثر من أي حزبي أو سياسي أو مسؤول يمني يدعي تمثيله للقضية. فكل التحية والمحبة والتقدير للأستاذ أنور البريهي لما يقوم به من قصر للمسافات المعرفية والثقافية ودوره الكبير في تقريب الثقافات والرؤى خدمة للشعوب التواقة للحرية والأزدية. أهلا بك أيها الصديق الجميل والرائع، وأهلا بكل الأخوة اليمنيين. ومن خلالك أيها الصديق ومن خلال وجودك معنا وبيننا هنا على شاشة روشن تيفي، وإن لهذه الصداقة البينية مع الشعب الكردي ومثقفيه نكهة وجمالية خاصة. أهلا بك أستاذ أنور. كلمة البداية راح أعطيك تتفضل تعبر عن حالك بالأسلوب اللي بتحبه. تفضل. إيفار باش ماموستا، أولا مرة ثانية أشكرك وأشكر قناتكم لإتاحة الفرصة لي للظهور معكم. سعيد لوجودي معكم، وأتمنى أن يكون حوار رائع وممتع ويحصل نوع من تبادل
المعرفة والمعلومة. بلى صديقي العزيز وأعزائي المشاهدين والمشاهدات في أرجاء المعمورة اللي عم بيسمعونا وعم بيشاهدونا هلا، رح نعطي بطاقة تعريفية للأخ وللأستاذ أنور البريهي، بطاقة تعريفية حول شخصيته. أنور البريهي ناشط يمني حر ومستقل وحيادي، طالب دكتوراه في تخصص الإعلام من الجامعة الصينية، ليس منتميا لأي فصيل أو تيار أو حزب سياسي إلى اليوم على حد معرفتنا وعلمنا، ولا يشجع أي فريق ضد الآخر، ولا يقدس الأفراد خصوصا رجال السياسة، ولا يجامل في قناعاته، ولا يهتم ولا يكترث انتماءات الآخرين الدينية والعرقية والاجتماعية أو السياسية، فهو إنسان حر في التفكير والممارسة، وله مساحاته الفسيحة والواسعة في المعالجات والقراءات المختلفة والخاصة. كان له دور بارز في رفع قضايا في شؤون وشجون الكرد ومآسيهم وتراجيدياتهم السياسية ونقلها إلى الساحة العربية والكتابة عنها والتعريف بها، وبالأخص في الساحة اليمنية. من خلال وجوده كجسر مشترك بين الكرد واليمن، اكتسب شهرة واسعة وكبيرة في قلوب الكرد وقلوب كل المحبين والسعين للحرية والتحرر. الأستاذ أنور البريهي لم يعتكف ولم يركن في زاوية التخمينات والوقوف في المنطقة الرمادية بين ألوان الطيف السياسي الكردي، فدخل بيت الكرد من باب الكردايتية ومن السهول الواسعة والبديعة كسهول كردستان، فلم يتقربوا من تيار حزبي أو سياسي كردي على حساب التيار الآخر. لقد اكتفى بزرع روح المحبة والإنسانية وقضايا المعرفة وحقوق الإنسان بين سائر البشر، وخاصة بين كردستان والشعب اليمني. ولم تكن التضاريس الوعرة وبنيان اللغة وغرابة العادات والتقاليد والأعراف عائقة أمام هذا الضيف الجميل في تخطيه للموانع والعوائق، فدخل كردستان من أوسع أبوابها. أهلا بك ثانية في هذه البطاقة التعريفية كاك أنور البريهي بين أهلك وأصدقائك ومحبيك من الكرد. هذا الكلام إذا كان هناك هذا الكلام أو هذه البطاقة التعريفية تحتاج إلى التنويه أو الإعادة من طرفكم، فيك تزيد أو تنقص كاك أنور، تفضل. والله بالنسبة للمقدمة يعني إطراء جميل جدا. أنا سعيد لهذا الكلام. أنا آسف أستخدم الموبايل فتأتيني كثير من الرسائل عبر الواتساب والماسنجر. بالنسبة للشأن اليمني طبعا كما وصفت، يعني كما وصفتني، أنا بالنسبة لي بالشأن اليمني محايد نوعا ما. لا أنتمي لهذا الطرف أو ذاك، يعني لا مؤيد للشرعية والتحالف العربي ولا مؤيد للحوثيين. أنا أركز على المجال الإنساني، انتهاك حقوق الإنسان في عبر صفحات، يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما عندي اكتراث، يعني أي منتهك لحقوق الإنسان ننوه لهذا الشيء، حصل انتهاك من هذا الطرف أو من هذا الطرف. لذا أجد في فجوة كبيرة جدا بيني وبين أطراف الشرعية اليمنية وفي الطرف الآخر الطرف الحوثي، لأنه يعني للأسف أنه في زمن الحرب إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا مباشرة. بالنسبة للشأن الكردي طبعا كانت بدايتي جيدة طبعا مع بعض الإخوة اللي تعرفت عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية العام 2009 و2010، من ضمنهم الكاتب الرائع إبراهيم اليوسف في ألمانيا، حاليا كان في الإمارات. هو عرابي الأول طبعا بالنسبة للشأن الكردي، لأنه فتح قلبي وعقلي عبر تواصلي معه. في الدكتور ياسين دريكي من ألمانيا، وربحان رمضان في النمسا. كان عندي صديق للأسف، كان في عندي صديقين في تلك الفترة، للأسف انقطع التواصل، يعني فقدت أسماءهم وتواصلهم. طبعا الصورة النمطية للكرد موجودة لدى المواطن العربي البسيط كانت في البداية. طبعا بعد ذلك يعني تعمق الشأن الكردي، وبالتدريج حاولت أنه أبحث وأتعمق أكثر في الشأن الكردي، سياسة، أحزاب، ثقافة، وأعتقد يعني أنه عندي اطلاع ولو بسيط
على الشأن بلى الكردي. كاك أنور لنرجع إلى الجذور وإلى البدايات. يعني كأي طفل، كأي يافع، كأي شاب، كأي رجل عربي يريد أن يتعرف على ثقافة أخرى وعلى عادات وتقاليد شعب آخر، خاصة إذا كان شعب بجار كمثل الشعب الكردي. يعني الطفولة والسلوكيات، الثقافة، التناقضات، سدود وموانع، القيم القبلية والعشائرية، القروية، المدينية. يعني يا ريت تتفضل بسرد قصير من خلال طفولتك ومرحله الشباب. يعني كيف كنت تسمع وتعرفت على شعب باسم الشعب الكردي، وهناك موطن وهناك وطن وبلد باسم كردستان ومقسم بين 4 دول. يعني بعيدا عن تلك الصوره النمطيه اللي نحن اخذناها عبر التاريخ، السياسات الحزبويه في المدارس وفي الجامعات وفي الثقافات السياسيه العروبويه اكثر. فبعيدا عن هذا الشيء، الجانب الشخصي، الجانب الوحداني، الجانب الذي أنت سلكته بذات نفسك للتعرف على هذا الشعب. تفضل. طبعا البدايات، تعرف المنهج العربي في التعليم في الجغرافيا، لا ذكر لكردستان، بس طبعا بحكم أن اليمن كان من ضمن إطار الدولة الأيوبية، إذا اعتبرناها دولة كردية أيام صلاح الدين الأيوبي، كانت اليمن جزء من الدولة الأيوبية. فبالنسبة للمنهج التعليمي أو الإعلام العربي في تغييب كامل في تلك الفترة بالثمانينات والتسعينات من القرن الماضي للشأن الكردي. لكن طبعا هناك صورة نمطية بالنسبة لي أنا كمواطن يمني قبل أن أتعمق في القضية الكردية، وهي طبعا حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المقاتلة الكردية الشجاعة. ثم أتت عليه مرحلة اعتقال عبد الله أوجلان، كانت ومتابعته في الأخبار. طبعا كنت في تلك اللحظة ما زلت شاب يافع، وكنت أنذهل أنه في يعني مجموعة من الأكراد، مئات الآلاف يتظاهرون في أوروبا ويحرقون، يعني في عشرات أحرقوا أنفسهم في تلك الفترة. فكنت أستغرب يعني شو الشعب هذا، لماذا هذه يعني شيء لا يتصور، انه شو الحاصل. استاذ انور، شو اللي دفعك؟ البحث عن الحريه، البحث عن ما هو غير موجود في الساحه الثقافيه اليمنيه، ام اشياء اخرى؟ ممكن البحث عن الغريب، التعمق في الشيء غير معروف بالنسبة لي. وكان طبعا فترة سفري في 2009 إلى الصين ودراسة الماجستير، في تلك الفترة بدأت أتعمق في الموضوع هذا أكثر، بحث، قراءة، اطلاع على الشأن الكردي. وبعد ذلك طبعا تغيرت الصورة بالنسبة لي، عرفنا أنه في أحزاب أخرى غير حزب العمال الكردستاني، الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني، وثم الصراع والتقسيم وسايس بيكو، عفوا الإنتاج. ثم وصلنا إلى موضوع الثقافة والتراث والفن، وطبعا دخلنا في الربيع العربي وما يحصل حاليا. يعني عدة مراحل للتعمق في القضية الكردية. وبعدين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا أغلب الناس اشتركوا بشكل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي من 2011 فما فوق، تعمقت العلاقات. ثم التقيت مجموعة من الكرد هنا وهناك واحتكينا مع بعض، خصوصا عندما كنت في النمسا، والتقينا. عندي علاقات وصداقات فردية وأيضا حزبية. حزبيا طبعا كان الموضوع بالنسبة لي شائك نوعا ما، أعتقد أنه فشلت أنا حزبيا في الشأن الكردي مع الطرفين طبعا الكرديين، أعترف بفشلي وما أخجل من هذا الشيء. لكن كناحية علاقة اجتماعية وصداقة ومعرفة، يعني أعتقد الآن أقرب إلى قلبي، يعني وأنا أعتقد نجحت نوعا ما. حلو. استاذ انور، البون، المسافه البعيده بينما كان هو نمطي في السابق عبر صفحات التاريخ وصفحات المدارس والجامعه اللي درستها، وعبر تعرفك الشخصي واغترابك من الكرد ومن ثقافاتهم ومن سياساتهم ومن محاولاتهم الحسيسه باتجاه الحريه. يعني المسافه البعيده، كيف حاولت تتاقلم بين تلك الصوره النمطيه السائده الملتصقة بقاع الفكر والصورة اللي أنت جربتها وتعرفت عليها عن حقيقة أمورها؟ تفضل. البون واسع طبعا، والصدمة طبعا في أطراف كردية ما تثق، يعني شخص عربي مهتم يعني مستكرد
بالمعنى إذا يعني استخدمنا مصطلح مستكرد. ما متعودين على هذا الشيء، في تشكيك، كان حصل نوع من التشكيك، وبالنسبة لي شخصيًا تجاوزت أنا هذه المرحلة. بعد ذلك كان أيضًا الطرف الآخر والطرف العربي يعني ينظر نظرة غريبة جدًا، إنه هذا الشخص مستكرد أها. أكثر من الكرد أنفسهم يعني، في تشكيك، في ب موضوع بيع يعني وشراء، ويعني كم تحصل على مقابل هذا الشيء. يعني وصلني أكثر مرة من شخص إنه كم تستلم مبالغ مالية من هذا الطرف أو ذاك، يعني أكيد في استفادة، ما معقول شيء لله في لله. الله أكبر. في أيضًا موضوع ال يعني بعد الاطلاع والتعمق في الشأن الكردي، طبعًا شهادتي مجروحة لأنه أنا مستكرد، فما يعني مهما قلت فشهادتي مجروحة بالنسبة للكرد، بالنسبة يعني لمن يتابعنا طبعًا، لأنه أنا مؤيد للقضية الكردية قلبًا وقالبًا، لكن ننظر منظور إنساني إنه كاك حتى انور لنحول ولنعرف الكلمه اكثر يعني، وحتى يعني نضع في صيغتها الجميله والاحلى يعني. إمم، من يختص في الشؤون الكرديه ومن يدرس التاريخ الكردي ومن يحاول التعرف على القضيه الكرديه، العلماء وفي لغه العلم يطلقون عليه مختص بالكردولوجيا. فنحن بنعتبرك احد إمم. هؤلاء الذين تخصصوا وتعرفوا عن قرب على الشعب الكردي في عالم الكردولوجي، يعني ممكن نطلق عليك فأحسن من أن نقول عليك أو يقولوا عنك مستكرد يعني. تفضل. أكيد. طبعًا في كثير من العرب مهتمين بالشأن الكردي، وأنا وجدت إنه أنا متابع بشدة للموضوع هذا. أنا حاولت إنه لا أقع في الخطأ اللي وقع فيه من يهتم بالشأن الكردي، خصوصًا إنه موضوع إنه تكون مع طرف ضد طرف. حاولت إنه لا أقع في هذا الشيء، رغم إنه ممكن بعض الأحيان تُحشر في الزاوية، لأنه تعليق معين يثير غضب طرف هذا أو طرف ذاك، طبعًا حزبيًا أنا أقصد، لأنه أغلب ال من مهتم بالشأن الكردي من العرب إما مع هذا الطرف أو مع ذاك الطرف. أنا حاولت أتجنب هذا الشيء وما أعمل نوع من الاحتكاك. عندي قناعاتي، بعض الأحيان تزعج هذا الطرف أو تزعج الطرف الآخر. خسرت كثير من الأصدقاء، لكن قناعاتي ما تغيرت، تظل ثابتة. إنه أنا بالنسبة للشأن الكردي سأظل محايد بالنسبة للطرفين الكرديين، لأنه أعتقد أصعب مرحلة تواجه الشخص المهتم بالقضية الكردية الشأن الحزبي، لأنه كل طرف يحاول إنه يجذب هذا الطرف، أو يعني إذا حصل منك نفور ممكن يبدأ بالحملة الأخرى، الحملة المضادة. حلو. إذا وصلت الفكرة. سقف البحث عن القضية الكردية عندك عند أنور البريهي، سقف البحث، سقف المعلومات، وسقف المحاولات، يعني إلى أين يريد أن يصل أنور البريهي في الكردولوجيا، في التعمق، في العلاقة. هل ستتطور العلاقة أو ستبقى العلاقة أسيرة الفيسبوك أو الإعلام المجتمعي أو الاجتماعي، أما العلاقات رح تتطور إلى أشكال أخرى من زوايا ثقافية ومعرفية أكثر وأكثر؟ أكيد الموضوع كان في البداية في الإنترنت، ثم تطور إلى لقاءات بالاحتكاك. تسمع على الطرف الكردي لأنه طبعا مغيب إعلاميا بشكل يعني عام بشكل بالإعلام العربي. كان كثير من الأفراد مواطنين عاديين، عائلات، مثقفين، إعلاميين، حزبيين. طبعًا ما أعتبر نفسي ما زال عندي قصور في هذا الشيء، لأنه للأسف لم أستطع الذهاب إلى المناطق الكردية. أنا موجود في تركيا، العام الماضي كنت حاجز طيران لزيارة بعض المناطق الكردية في تركيا، لكن للأسف بسبب عملية غصن الزيتون، فللأسف لم أستطع السفر. وكان عندي أيضًا رغبة لزيارة إقليم كردستان في العراق. أتمنى أحتك في المواطنين، أنزل في الأسواق، ألتقي في العامة من الناس، لأنه ما زال عندي قصور. أعتقد ما زال عندي قصور. أنا التقيت في كثير من الكرد في إسطنبول، يعني لقاءات إنسانية أكثر واجتماعية، لكن أشعر إنه أنا أحتاج أحتك يعني الشجر والحجر والبشر بشكل عام.
حلو. شخص عربي يريد أن يتعرف على جاره الكردي في ظل التعرف على الكرد وثقافتهم وحقوقهم وتاريخهم، كانت الآلة الدعائية العربوية كك أنور والتي كانت مسيطرة خلال 50 السنة الماضية على كل مفاصل الأدب والجغرافيا والتاريخ والفيزياء والرياضيات والموسيقى وغيرها في العالم العربي، وخاصة في كل من مصر وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والجزائر. كانت السياسة العربوية تتهم الكرد بالخونة والخيانة وتشيطن ثوراتهم وتصفهم بأبشع الصفات والنعوت. وكانت كلمة الكردي ممنوعة من الصرف وممنوعة من دخول نادي الكتب والمكتبات وصفحات التاريخ في المدارس والمعاهد والجامعات والإعلام العربي بشكل عام. فكيف يستطيع الأستاذ أنور البريهي أن يشق هذا الحقل المليء بالألغام وأن يعرف الجمهور العربي على عدالة القضية الكردية؟ تفضل. طبعا أكيد يعني حقل ألغام شائك الشأن الكردي، وكما وصفت لك من قبل أنه أنا طبعا أنت في إطار الفيسبوك أو إذا كتبت مقال هنا أو هناك ممكن تحصل رفض من الطرف الآخر لأنه غير مقتنع. كيف إنشاء دولة كردية مثلا؟ هذه إسرائيل رقم 2، لن نسمح بإنشاء الكيان الصهيوني رقم 2، رغم أنه بالأخير هرولنا للتطبيع يعني أكثر من غيرنا. مجرد علم ارتفع يعني في استفتاء كردستان قامت الدنيا ولم تقعد، وبالأخير أصبحنا مطبعين والحياة نورمال. الكرد طبعا ظلموا إعلاميا، ظلموا تاريخيا، وما زال الظلم مستمر. أنا كنت أعتقد أنه الحرب هذه الطاحنة اللي دخلنا فيها أثناء ما يسمى بالربيع العربي أنه ممكن يكون نوع من الاتزان والعقلانية، يعني أنه خلص فقدنا كل شيء، فقدنا الوطن، دماء يعني سالت، مئات الآلاف قتلوا، مئات الآلاف تشردوا. كنت أتوقع أنه المواطن بشكل عام في البلدان اللي أصابها هذا الربيع القاسي أنه الناس سيكونوا في اتجاههم نحو الحرية والعدالة والديمقراطية والانفتاح واحترام الآخر، لكن للأسف أصبحنا أكثر تشدد وأكثر قمع وأكثر استبداد وأكثر توحش. والحاصل في سوريا واليمن والعراق وسوريا طبعا ليبيا. يعني خير دليل وخير شاهد، وليبيا والحبل على الجرار كما يقولون. فبالنسبة للشأن الكردي شائك، طب وطبعا تعرف المناطق ماذا الكردية. ماذا كان بعيدا عن السياسي الذي كان يعمل ضمن أجندات سياسية عربوية عنصرية ترتقي إلى مصاف العنصرية أحيانا، على الصعيد الثقافي، على الصعيد الفكري، ماذا كان يجب أن يقوم به ويفعله المثقف العربي تجاه جاره، تجاه صديقه، تجاه أخيه الكردي في التاريخ وفي الدين؟ أخي عندنا أزمة المثقف العربي يعني مشكلة، يعني مشكلتنا هي المثقف العربي. المثقف العربي أكثر قمع، أكثر استبداد، يعني أكثر شمولية. المواطن العادي البسيط منفتح أكثر من أعتقد المثقف العربي والإعلامي العربي كمثال يعني. فنحن في يعني وضع لا نحسد عليه، يعني إحنا الآن في أسوأ مرحلة من الانحطاط الثقافي الاجتماعي الديني السياسي الاقتصادي إلخ مرحلة يعني أعتقد نحن وصلنا مرحلة، يعني أنا بالنسبة لي أعتقد وصلنا مرحلة اليأس من المثقف العربي أو الإعلام العربي أو السياسي العربي، أو مرحلة صعبة جدا. أتمنى نحن نتجاوزها إن شاء الله ونفتح صفحة جديدة كلها يعني محبة واحترام للآخر، الآخر المختلف بالدين، المختلف بالعرق، المختلف باللون، المختلف بالقومية، المختلف بالثقافة. يعني شيء سهل بسيط جدا، يعني جمال الدنيا بالتنوع هذا، انه لا دين يعني واحد، لا ثقافه واحده، لا عرق واحد. الذي اسمع، يوازيني في التوازن البيئي، يعني فلولاه لما مم. أنا. اكيد فسيفساء جميله جدا. يعني العالم كله هذا دين واحد او ثقافه واحده او عرق واحد او لون واحد، يعني ما في جمال. الجمال في التنوع، الجمال تحترم الاخر المختلف عنك.
بلى. طب صديقي، التواصل بين الثقافات هو شكل من أشكال التعارف والتقارب والتبادل واكتساب المهارات والخبرات المختلفة. فالتواصل مثلا بين شعبين يهدف إلى مشاركة المعلومات والمعرفة وبناء العلاقات وتبادل الخبرات بين الثقافات والمجموعات المجتمعية المختلفة. ويلعب التواصل أيضا دورا مميزا في نقل العلوم والمعارف والمعلومة والأفكار والعلاقات الاجتماعية والدراسات الثقافية وعلم النفس واللغويات بشكل عام. فماذا اكتسبت أنت في علاقاتك مع الكرد، وما هي تلك الزوايا المعتمة معرفيا في حياتك وأردت الغوص فيها والبحث عنها، وفي الأخير تمكنت من إضاءتها من خلال علاقاتك مع الكرد؟ تفضل. ما زلت أتعلم، ما زلت يعني بحاجة إلى المزيد من المعرفة بالنسبة للشأن الكردي. أعتقد ما زال عندي قصور. أولا اختلاف اللغة، رغم يعني أنه كرد مثلا بشكل عام كرد سوريا والعراق يتحدثون العربية بشكل جيد، ما زال عندي نقص وما زلت أتعلم. في أكيد كثير من الأشياء اللي بحاجة للمعرفة والاطلاع بالنسبة للشأن الكردي. أعتقد إن شاء الله مع مرور الوقت أنه أحاول أتجاوزها، ونحتاج إلى وقت. رغم يعني وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا يعني وجودها أيضا سهل هذا الشيء، لأنه ممكن تتابع الشأن الكردي، ممكن تسمع فن كردي بسهولة. طبعا هذا الشيء كان صعب فيما مضى. الآن التواصل أعتقد نوعا ما أفضل في ظل وسائل التواصل الاجتماعي. وما زال عندي رغبة زي ما كما وصفت لك أنه زيارة المناطق الكردية سواء في تركيا أو في العراق أو في سوريا. طب كاك أنور، من جملة الخطوات اللي بتساعد المرء على فهم ثقافات الشعوب الأخرى هي مسألة الوعي الذاتي أو الاستعداد الذاتي، كما تفضلت هلا عبتول كررت مرتين ثلاثة من خلال يعني استعدادك لزيارة المناطق الكردية والتعرف على تاريخنا، على سهولة، على تاريخ، على قلاع، على ثقافات، على ألوان هذا الشعب. فينبغي على المرء أيضا أو على الفرد يعني أن يكون مدركا للمعتقدات وقيمية وسلوكيات الثقافات الأخرى، يعني مثل الشعب الكردي. فإلى جانب معرفة حدود التناقض مثلا بين الشعوب، خاصة لكل منطقة لها خصوصياتها الخاصة القبلية، اللغوية، المعرفية، الجينية. يعني هل أخذت يعني بالحسبان هذا الاختلاف بين الأفراد والمجتمعات لدى زياراتك أو لدى تعرفك ومساهماتك في التعرف على الشعب الكردي؟ أكيد يعني قبل السفر أو الاتجاه أو البحث أو الاطلاع أو أن تعتبر نفسك يعني متخصص في هذا الشأن، يجب تكون مطلع على كل هذه الزوايا، خصوصا الشأن الكردي، لأنه الكرد أيضا مثلهم مثل العرب، يعني تنوع فظيع، أكثر من لغة، أكثر من ديانة. في كرد من اليهود، في كرد مسلمين، في كرد مسيحيين، في كرد أزيديين، وهذا طبعا أيضا مختلف عن الشأن العربي. الشأن الكردي أيضا شأن شائك عميق، وبحاجة إلى وقت بحيث أنه تكون يعني تدعي أنك مطلع على الشأن الكردي. يعني على الآخر أو على أنور البريهي كصديق وكقريب ويريد أن يتعرف على الشعب الكردي، يجب أن يمتلك فهم شامل من خلال الطرف المقابل، وأن يكون على اطلاع في الدراسات والكتب يعني المتخصصة بالشأن الكردي في التاريخ والتقاليد والعادات والأعراف. يعني كل هالمجموعة بتكون صورة كلية وجمعية من أجل أن تكون أدوات معرفية للاقتراب نحو الساحة الكردية. نعم كما وصفت، يعني لن أزيد بكلمة واحدة كما وصفت يعني. بلى. صديقي، حلو. أثناء زياراتك أو أثناء محاولاتك بزياراتك إلى كردستان، سواء بكردستان تركيا أو كردستان العراق، شو هي الصورة اللي أنت متخيلة تروح تشوفها، يعني خاصة في العمق الثقافي والمجتمعي؟ شو أنت متصور؟ يعني مثلا واحد بيقول بدي أروح على باريس مثلا، أكيد بروح بشوف البرج إيفل أو الحدائق أو الشوارع أو الإنارة أو مركز الحريات أو المكتبات والمتاحف وإلى آخره. أنت شو متصور في ذهنك يعني
قبل زياراتك إلى كردستان تركيا أو كردستان العراق؟ طبعا بسبب يعني محبتي للشعب الكردي، يعني متوقع أجد الأشياء الإيجابية طبعا أكثر من الأشياء السلبية. مجتمع بسيط، متحاب متعاون. أتمنى أكون موجود زي ما وصفت لك، يعني في السوق، أكون موجود في عرس محلي، احتفال، في وفاة، في جنازة، في يعني. وهذا الشيء إن شاء الله يتحقق عما قريب إن شاء الله عندما نزور كردستان. أنا متوقع صورة جيدة طبعا نوعا ما، ونترك هذا للأيام لإثبات حلو. صحة إن شاء الله كلامي، وأنا متفائل بالنسبة للموضوع هذا. إن شاء الله. لقد درست في جمهورية الصين بكلية الإعلام أستاذ أنور، وتعرفت على بواطن الفكر والثقافات الصينية الكثيرة والمتشعبة. كيف تصف لنا التجربة الصينية في التقاطعات الثقافية بين المجتمعات والقوميات المختلفة وأحيانا المتناقضة في الصين؟ طبعا فترة انتقالي من اليمن، لأنه تعرف طبعا ثقافة عربية في اليمن فقط لا غير، ثم انتقلت مباشرة إلى الصين. يعني كانت صدمة ثقافية كبيرة جدا، صدمة اجتماعية، صدمة معرفية. يعني كان صعبة جدا أول مراحل الدراسة، لأنه يعني الصين تفاجأت بالموضوع هذا. ثقافة يعني جدا مختلفة، كناحية أكل أو مأكل أو مشرب أو حتى قوميات. الصين تتكون من 56 قومية طبعا. فأكيد هذا أحدث يعني تحولت أنا 180 درجة عند انتقالي للصين، لأنه كنت بفكر واحد. طبعا معروف طبعا ثقافة العربية أنه الرأي الواحد في المدرسة، في الجامع، في البيت، في الجامعة. ثقافة قبلية، ثم انتقلت إلى مجتمع منفتح نوعا ما بغض النظر عن الشيوعية الصينية. لكن طبعا تتفاجأ أنه الصين طبعا دولة شيوعية لكن بثوب رأسمالي. مجتمع آخر، ثقافة أخرى، يحدث نوع من الخلل. فإما يعني تتواكب أوكي. مع هذا الشيء أو يعني ترتد بالجهة الأخرى. فحاولت أن أنا أواكب هذا الشيء، أعرف أن في يعني إنه يعني نحن كبشر أو كمجتمع قبلي يمني 25 مليون، أو كعرب 400 مليون، في كوكب فيه 7 مليار شخص. فلا نؤثر يعني في شيء، يجب أنه نتطور مع هذا الشيء، وأن هذا العالم كله مختلف ومتنوع بشكل كبير جدا. وكما قلت لك يعني أنا حاليا ما زلت في إطار مناقشة رسالة الدكتوراه. طبعا بسبب إجراءات كورونا تأخرت لحد الآن تقريبا أكثر من عام، وأتمنى أخلص. حاليا في تركيا مستقر نوعا ما، وللبحث عن عمل وللبحث عن ذاتي طبعا، لأنه إن شاء الله. أستاذ عملية أنور، الاغتراب والبحث. شو أكثر شيء اصطدمت أنت من الناحية الثقافية والمعرفية والأدوات المعرفية بجمهورية الصين؟ يعني بغض النظر عن البعد الجغرافي، يعني وصعوبة اللغة ومستدركات اللغة وأدوات اللغة والقيمية المعرفية في الصين. ومثل ما تفضلت يعني في تباعد، في بون شاسع بين الثقافتين العربية والصينية. يعني أكثر شيء ما حسنت أنت تستوعب المسألة أكثر شيء، بغض النظر ليس الجانب السياسي، أقصد الجانب المعرفي والجانب الثقافي والجانب المجتمعي. أكثر شيء صدمني موضوع إنه في الصين عندهم يعني كشعب يعني فكرة واحدة، إنه الصيني مخلوق للعمل وطاعة الأوامر. الأوامر تأتي من الحزب أو من الدولة، يعني طاعة عمياء، وأيضا إنه للعمل. يعني حبهم واحترامهم للعمل وطاعتهم للأوامر المسؤول عنهم يعني شيء يعني ما زال صادمني لحد الآن، لأنه لم أجد شعب في العالم كمثل الشعب الصيني بهذا الشيء. وأين الإبداع في بين قوسين؟ ما يكون في إبداع، ما في إبداع بهذا الشيء. أنا كناحية يعني كناحية صدمة، لأنه ما في إبداع. إذا نظرت للصين بشكل عام، الصين بلد مقلد، لا يوجد أي شيء صناعة صينية على الإطلاق غير تلفون هواوي، اللي يعني خاصية صينية أبدعوا فيها كناحية تكنولوجية. أما الباقي تقليد. هذا نظام الصين. أنت عندك يعني ساعات أنه أقول خلاص الصين هذا بلد قمع، بلد استبداد، بلد دكتاتورية، لكن أنت عندك مليار نعم. ونصف مليار شخص يعيشون بشكل جيد. يعني أعتقد أيضا هذه قمة الديمقراطية.
يعني اذا نظرت للواقع يعني طب استاذ مثلا أنا في انور، اليمن من الناحيه الفلسفيه، يعني كيف الهرميه السلطويه بتمسك بعضها؟ يعني كيف من القمه للقاعده ومن القاعده الى القمه؟ يعني كيف السلطة الصينية، كيف جمهورية الصين من الناحية الثقافية استطاعت أن تحمي هذه التناقضات والمتناقضات بين القوميات المختلفة والمتناقضة، وأن تضعها في هرم واحد، يعني غير ممارسة السلطات الاستبدادية. يعني إذا ما في إبداع، إذا ما في حوار، إذا ما في الرأي والرأي الآخر، إذا ما في مسالك وكلمات وممارسات شخصية فردانية، يعني كيف المجتمع متماسك؟ يعني قد يجوز خلال أي هزة مجتمعية قد يعني تنفرط المجتمعات كلها. أعرف هذا الشيء، لكن الصين سياستها طويلة الأمد. حقيقة إنه مثلا موضوع إن أنت تعطي الديمقراطية مباشرة، الديمقراطية ليست مثلا يعني وصفة أكل أو ملعقة تأخذ تغرف من الصحن وخلص أصبح ديمقراطي. في مجتمعات تحتاج أشياء كثيرة جدا، يعني التعليم، الوعي. إذا نظرنا مثلا الدول العربية الآن مثلا موضوع الديمقراطية فشلت، يعني لأنه مجتمعات استبدادية أصلا وافراد استبداديين وما في اي بنى تحتيه. الصين تنظر للموضوع من منظور مختلف، يعني موضوع انفتاح الصين الكامل سيكون يعني كارثه بالنسبه للشعب الصيني. لذلك الحكومه الصينيه غير صرامه الحكومه الصينيه وقساوه الحكومه الصينيه بالنسبه للتعامل مع هذا الشيء، يعني حاصرت المجتمع الصيني. نظرت الاشياء اللي يعني الاخطاء اللي ترتكب مثلا في بلدان اخرى، مثلا الربيع العربي، مثلا تاثير وسائل التواصل الاجتماعي. الصين جوجل محظور في الصين، موقع جوجل محظور، جيميل محظور، فيسبوك محظور، تويتر محظور، طيب شو يوتيوب محظور، واتساب محظور. كإنسان مثقف، كإنسان م. مثقف ويمشي بشوارع بكين أو شنغهاي أو غيرها من المدن الصينية، شو استشفيت من عيون الصينيين العاديين في الشارع؟ يعني بغض النظر مثل ما قلت عن الجانب السياسي، لنترك الجانب السياسي على طرف، يعني هل سياسة الكراهية أو العنصرية أو رفض الآخر أو عدم الانتماء، يعني شاهدنا بعض الصور الثقافية الجارحة من الصين كانت تأتينا خلال السنوات الماضية. يعني شو كنت تشوف بعيون الصينيين؟ شو كان الصيني يحكي وهو صامت؟ حقيقة بالنسبة للشعب الصيني طبعا لأنه يعني كيف يعني المواطن الصيني عن أب وأم وطفل، لا يوجد لا ابن عم ولا ابن خال ولا ابن خالة ولا ابن يعني يعني مجتمع مختلف عن المجتمعات العربية والمجتمعات بشكل عام. مجتمع يعني أفراد منفصلة. لكن طبعا المواطن الصيني بشكل عام حقيقة أنا خلال فترة تواجدي ينظر بعين الرضا للنظام الصيني. يعني قفزة اقتصادية كبيرة جدا، ارتفاع مستوى المعيشة المواطن الصيني، القدرة الشرائية أيضا مرتفعة جدا. المواطن الصيني ينظر بثقة للقيادة الموجودة هناك، وعنده تفاؤل أن المستقبل سيكون أفضل. يعملون لساعات طويلة جدا ويعملون بشكل يعني غير طبيعي، لكن عنده نظرة أنه المستقبل سيكون أفضل. هذه في عين من الرضا طبعا. إذا استثنينا موضوع طبعا تشينجيان والأوغور اللي هم الأصول التركية اللي المسلمين. مسمى تركستان، ليس يعني الصين يعني الحكومة الصينية تقول أن عدد المسلمين فيها 60 مليون والإحصائيات تقول 120 مليون. الأوغور يمثلون 9 ملايين من المسلمين، لأنه عندك قومية الهان هي الأغلبية 97% من سكان الصين. في قومية الخوي اللي هؤلاء هان لكن أسلموا، هم طبعا أيضا أغلبية مسلمة صينية طبيعية. لكن طبعا الحكومة الصينية عندها خط أحمر، موضوع الانفصال، سواء تطبق يعني قوانين صارمة جدا على الأوغور وأيضا على إقليم التبت، يعني يعني حتى على البوذية. يعني موضوع انفصال خط أحمر ليس على المسلمين أوكي. فقط ولكن أيضا على التبت. وعاد التبت على أسوأ بالضبط. التبت معلومة واضحة انه التبت ايضا رغم انه اقليم صيني ذاتي الحكم، لكن لا تستطيع زيارته بدون تاشيره من الحكومه الصينيه وانت في الصين. حلو. طب استاذ انور، خلال معرفتك وتعاملك مع الكرد واستماعك لموسيقى والتعرف على الاطر الفكريه والثقافيه المختلفه وعلاقاتك المميزه مع الشخصيات ذات الحضور الكبير في الوسط الكردي، ما الذي اعجبك وانبهرت بها
يعني انبهرت به مثل ما تفضلت سألتك عن الصين، وزاد من حماسك وحبك واقترابك من الشعب الكردي وثقافته كثيرا. وما الذي اصطدمت به وجعلك تنفر منه، وخاصة عندما مشاهدتك للساحة الثقافية والسياسية الكردية المليئة بالتناقضات والصراعات البينية وثقافة التناطح الكبيرة؟ تفضل. طبعا حب الحياة يعني رغم الأوضاع السيئة جدا حب تقرير المصير، يعني الشغف، شغف يعني حلم كردستان اللي يملأ قلوب الجميع. هذا الشيء اللي أبهرني بهذا بالشأن الكردي. الشيء اللي أزعجني موضوع الكردي موضوع بعض الأحيان يحصل نوع من التسطيح خصوصا من كرد سوريا. أنا صريح واضح بالأمور هذه. ألاحظ في تسطيح. بكرد سوريا طبعا أقلية وهم أكثر تابعية، سواء إذا نظرنا إلى الطرف الكردي العراقي أو الكردي التركي. كرد سوريا، هذا الكلام طبعا يمكن أقوله لأول مرة، هم أكثر ليبرالية طبعا وأكثر، لكن نظرتهم تسطيحية مثلا للأمور. لكرد العراق مثلا لماذا يقوم بهذا الشيء، أو لماذا يعملون هذا الشيء، أو كرد العراق، يعني في نوع من طبعا كله صراع حزبي طبعا بين الأطراف. هذا الشيء بعض الأحيان يزعجني طبعا. مثلا موضوع كيف تصحيح استاذ انور؟ كيف اوضح لك فكره معينه مثلا. تفضل. انا طبعا اغلب اصدقائي من كرد سوريا وهم اكثر ليبراليه، وكان في كثير جدا واقفين مع حمله ضد، يعني مع فرنسا والرئيس ماكرون وحريه التعبير، وطبعا كلنا متفقين على هذا حريه التعبير. كان في نوع مثلا مجموعه من الكرد العراق احرقوا العلم الفرنسي. حريه تعبير، يعني حصل منشورات كانت صدمة بالنسبة لي. يجب معاقبة هؤلاء. لماذا معاقبة هؤلاء؟ أو هؤلاء هم سبب دمار الأمة الكردية، وهؤلاء هم يعني سبب عدم قيام الدولة الكردية، حرق علم فرنسا أو دعا علم هذا شيء سلمي، شيء حضاري. يعني أنا أحترم الرأي. إذا كان مجرد يعني تقديري لفرنسا وحرية التعبير، كلنا مع حرية التعبير، مع العلم أوروبا لا تحترم حرية التعبير. إذا مثلا يعني كيك أنور، يعني هل النظرة الاستباقية أو الاستقرائية هل هي يعني حالة وفعل منعكس من الحالة الثقافية والمعرفية الكردية السورية، أم مجرد بيبقى منحني بياني للمخاض الفيسبوكي أو النشاطات المدنية؟ أنا أقرأ المنشور وأقرأ التعليقات، أصاب بصدمة كبيرة جدا. يعني أنا مقيم في أوروبا وشخص كردي عراقي أحرق علم فرنسا فليذهب علم فرنسا إلى الجحيم. هذا حق، عمل سلمي لم يؤذي أحد. هذا الشخص أو مجموعة من النواب في البرلمان الكردي أرسلوا برسالة احتجاج إلى فرنسا، وعملية قدح من قبل شخصية. صدمة بالنسبة لي. هذه حرية تعبير. إلى ماذا يعني نستطيع أن نرد هذه الانفعالات أو هذه الانعكاسات؟ يعني إلى ماذا؟ يعني التسطيحية فقط، أم هناك تبعيات سياسية أو مرآة عاكسة لحالة الخمول أو حالة الركون أو حالة الضياع السياسي والتنظيمي لدى كرد سوريا؟ ما المرض؟ طبعا يعني أنا لا أعمم هذا الشيء على كرد سوريا، وهم أكثر ليبرالية عن بقية الكرد. يعني أنا يجب في شيء معين يجب نفهمه، أنه كرد العراق أقرب إلى الصوفية وإلى التدين من كرد سوريا، وأحترم هذا الشيء. نحترم هذا الشيء، هذا واقعنا. وأنا يعني مشكلة كرد سوريا أنه كما وصفت أنت تغييب، يعني غياب قيادة كردية سورية. يعني أما أنا تابع لهذا الطرف أو لذاك الطرف، هذه إشكالية ويحصل نوع من الصراع، وبالأخير يطلع بيان من هذا الطرف أو هذا الطرف يقضي على كل المنشورات أو يعني على ما يحصل في التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. هناك كرد أنا جدا أحترم هذا الشيء، في كرد خلاص واقف يقول لك أنا أقف مع ماكرون أو أقف مع مثلا حملة مقاطعة فرنسا. ثابت الموقف، ليس لأسباب سياسية أو أسباب كذا. يعني أزيدك في النغمة أو في الطرب نغما أكثر. يعني الكرد كاكب أنور بشكل عام، يعني ومن خلال تاريخهم القديم أو الحديث، وعبر كل هذا الظلم وعبر كل هذا الكيماوي الذي استخدم ضد الكرد، ومن هجرة ومن تعتير ومن قتل ومن تغيير ديموغرافي في أجزاء كردستان الأربعة، يعني بالفعل
الكرد لم يحاولوا إطلاق أو تأسيس حركات راديكالية خاصة دينية أو مذهبية إلى هذا الحد يعني. فأنت أكيد يعني ملم بهذا التاريخ يعني. قد يعبر الكردي في هذا الجزء أو ذاك عن رغبته أو عن ما يجول بخاطره برأسه، ولكن بالشكل العام السياسي مثلا حكومة إقليم كردستان قالت أنه نحن ضد الظلم وضد حرق الأعلام ونحن بنوقف مع حرية الرأي ونحن مع جمهورية فرنسا اللي هي يعني منارة الحريات والثورة وحامية الثورة الفرنسية وإلى آخره. ولكن في بعض الأطراف السياسية اللي عبرت عن مصالحها السياسية هذا ما بيعبر عن رأي الشارع الكردي العريض يعني. وأيضا لو أسقطنا هذه الحالة على الحالة السورية أيضا، تفضل شو ممكن تزيد؟ أنا أوضحت لك، أنا لا أعمم هذا الشيء، وجدت بعض الأشياء صادمة. طبعا من حق أي مواطن كردي يحرق العلم الفرنسي، من حق أي مواطن كردي نظاما مع فرنسا. هذه كل يعني نعرف أنه هذا إطار سلمي للتظاهر، هذا مع هذا الطرف أو ذاك مع هذا الطرف. وفي الأخير ماكرون ظهر مثل طالب مؤدب أمام قناة الجزيرة بين قوسين الإخوانية يوجه رسالة لتركيا أنه أنا لم أقصد وأنا وأنا وأنا. أخي العزيز، نقطة انتهى. أوروبا مصالحها التجارية والاقتصادية أهم من قيم حقوق الإنسان أو الحرية أو الديمقراطية. لو كان يعني في نزعة أوروبية لقيام دولة كردية لقامت، لكن الأوروبيين لا يريدون أيضا قيام دولة كردية ويتلاعبون بهذا الشيء. نكون يعني قصدك ما بال اليمني الذي يعيش في تعز وحافي القدمين والكردي الذي لا يملك يعني عنزة أو دجاجة أو وهو في ميدان الهجرة والتهجير، يعني مالهن ومالهن من الفرنسا ومن الصراعات مع تركيا وإلى آخره. هذا قصدك يعني؟ منتجات مثلا يعني هنا حصلت حملتين طبعا بنفس التوقيت، حملة مقاطعة تركيا وحملة مقاطعة فرنسا، وهي طبعا صراعات سياسية أكثر من ما هي صراعات متعلقة بالحقوق أو الحريات. صراعات سياسية ونحن في غنى عن هذا أو ذاك. وبالأخير من يحرق علم فرنسا يعني تحياتي وتقديري، عمل هادئ، عمل منظم، يعني عمل حر. أنا من حقي أن أنا أقاطع البضائع الفرنسية. وأيضا من يدافع وأيضا من يدافع عن العالم أيضا يحترم. ومن يدافع عن فرنسا أو موقف الرئيس ماكرون، لكن بالأخير ماكرون خذل الجميع يوم أمس. وأعتقد الأيام القادمة لا تظل قيم حقوق الإنسان وحرية التعبير. أنا بالنسبة لي هناك فرق كبير أستاذ أنور بين ما هو معرفي وقيمي وثقافي وتدخل ضمن إطار الحريات العامة والثقافية والتاريخية للمجتمعات، وبين ما هو سياسي ويدخل في حيز الحزبوية السياسية أو المصالح الاقتصادية. لربما فرنسا تقوم غدا ببيع دبابات أو صواريخ إلى تركيا وتركيا تشتري من ذاك الطرف وإلى آخره، وتقوم المصالح الاقتصادية يعني، وينسوا هالقضايا ومثل ما تفضلت حقوق الإنسان وقضايا الحريات وقضايا وإلى آخره. لكن نحن نشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان، حرية التعبير يجب أن تظل خط أحمر بالنسبة للجميع. طبعا في أوروبا هناك خطوط حمراء طبعا لا يمكن الحديث مثلا بما يتعلق بالتشكيك مثلا بالهولوكوست. شفناه أنه ماكرون دافع عن الرسم الكاريكاتير وعن المدارس الثقافية والفكرية في فرنسا. لكن تظل هناك خطوط حمراء. مثلا أنا في فرنسا لا أستطيع أن أتحدث عن الهولوكوست بأي كلمة لأنه سأتعرض للسجن والغرامة المادية. هناك خطوط حمراء بالأخير. ما هو الخط الأحمر؟ مقياس الخط الأحمر، حدود الخط الأحمر في ازدواجية بهذا الأشياء. أنا مع حرية التعبير الكاملة في أوروبا. طبعا أوروبا سمحت بالتطرف بالوجود من فترة طويلة جدا. أوروبا منحت اللجوء والإقامات لمنتهكي حقوق الإنسان، ناس ارتكبوا جرائم في سوريا، في العراق وفي اليمن، سرقوا مئات الملايين، نخليها ملايين الدولارات، انتقلوا للسجن في أوروبا. هناك ناس تلطخت أيديهم بالدماء. أنا لا أتكلم عن المواطنين العاديين موجودين في أوروبا حاليا، يتم ملاحقات فلان وعلان في عدة مدن بعد اكتشاف القضايا هذه. أوروبا تعرف كل شيء، تعرف كل شاردة واردة، يعني تعرف أنه فيها متطرفين. التدخلات الإيرانية، إيران تصفي معارضها في داخل أوروبا، روسيا تصفي معارضها إلى الآن في داخل أوروبا. هناك يعني هناك في تسهيل أوروبي لهذا الشيء للغرض معين، يعني أنا لا أستطيع أجزم بهذا الشيء. لكن هناك تناقض أيضا أوروبي.
طبعا تعرف انه يعني يقدر مثلا في فتره حلو. دخول كاك انور، قبل ما ندخل في بواطن السياسه والمصالح السياسيه والجيوسياسيه في المنطقه، راح نكمل المحور الكردي، بعدين راح ندخل على الموضوع او على المحور الاخر. كاك انور، الكرد في اليمن، يتواجد الأكراد أو الكرد في اليمن بشكل خاص في قرية الكرد التابعة لمحافظة المحويت، والتي تبعد 111 كيلومتر 111 كيلومتر غرب العاصمة صنعاء. ومعظم أهالي هذه القرية الكردية جاءوا إلى اليمن اعتبارا من سنة 1800 ميلادية مع طلائع الجيوش العثمانية. ولكن للكرد تاريخ قديم في اليمن، ولا ننسى بأن أحمد جميل باشا الديار بكرلي هو والد أكرم وقدري باشا جميل باشا، كان واليا على اليمن في أواخر القرن التاسع عشر. وما زال الأكراد أو الأكراد اليمنيين في قرية الكرد يفتخرون بأصولهم الكردية. يتطرق الباحث الكردي دلير فرحان إسماعيل في كتابه الكرد في اليمن فيقول لنا بأن الكرد الأيوبيين قد دخلوا يمن سنة 1173 ميلادية على رأس حملة عسكرية أرسلها السلطان صلاح الدين أيوبي بقيادة أخيه الملك توران شاه، واستطاعوا من خلالها القضاء على القوى السياسية للدويلات المتناحرة هناك، وأقاموا فيها الدولة الأيوبية والتي حكمت اليمن أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى ما أنجزوه من توحيد بين اليمن ومصر، ولأول مرة في تلك الحقبة، فضلا عما حققوه من وحدة سياسية للبلاد ظلت حتى بعد حكم الأيوبيين. كما يوضح لنا الكاتب بأن مجموعة من الحكام الأيوبيين حكموا البلاد حكما اتسم بالقوة والنهضة والعزم، وهو ما حقق للسكان قصدا من الاستقرار، باستثناء بعض الفترات كفترة حكم نواب الملك توران شاه والملك المعز بن سيف الإسلام، التي شهدت اضطرابات وصراعات وانعكست سلبا على البلد والسكان. تاريخيا الكرد في اليمن، هل تعرفت على الكرد؟ هل حاولت بذات نفسك أنور البريهي من قراءة الأحداث هذه وقراءة صفحات التاريخ والتقرب من الكرد اليمنيين؟ هل لك أصدقاء؟ هل لك أن توصلنا نحن ككرد في الخارج بأولئك الكرد في داخل اليمن؟ تفضل. أصدقك القول بأنه طبعا في المنهج التعليمي في اليمن وغيره طبعا كان في يعني معروض باقتضاب شديد جدا موضوع الدولة الأيوبية، يعني مع العلم أنه كانت اليمن موحدة في تلك الفترة في عهد الأيوبيين في اليمن، في يعني في إيجاز بسيط جدا في المنهج التعليمي اليمني. أصدقك القول أيضا بأنني تفاجأت بقناة روداو موضوع البيت الكردي، أنا لم أكن أعرف هذا الشيء، لكن أكثر من شخص صديق كردي كلمني أن في كرد في اليمن، فأنا أنكر هذا الشيء لأنه لا أعرف هذا الشيء. فأنا تفاجأت بتقرير قناة روداو، فلا أعرف شيء يعني حقيقة، وأيضا كنت من جملة البقية. طبعا سعدت أنه أول ما طلع تقرير قناة روداو عن البيت الكردي في اليمن تلقيت يعني آلاف الرسائل من أصدقائي، طبعا عملوا شير للمشاركة للفيديو، وتابعته كما تابعوا البقية فقط لا غير. لا معلومة عندي يعني، وما أخجل إنه أجاوب أقول لا أعرف شيء. لا أبدا. كاك أنور، حول تاريخ الكرد في اليمن يقول الكاتب الصحفي الكردي اليمني عزام عبد السلام علي الكردي، هو صحفي وكاتب يمني، يقول: أما نحن الكرد في اليمن لدينا مخطوطة عمرها ما يقارب 600 عام، ومكتوبة بخط اليد وباللغة العربية، ونحن نحتفظ بها. تحكي هذه المخطوطة عن نسبنا وتاريخ عائلتنا، وتحدد المناطق التي توزع فيها أجدادنا وأبنائهم وبناتهم، كما أن الحضارة التي شيدها أجدادنا لا تزال باقية وعصية على الاندثار، ولا تزال قبورهم ومراقدهم حتى وقت قريب مزارات للناس يتباركون بهم كأولياء صالحين. الأستاذ هو عزام عبد السلام علي الكردي، يا ريت نتعرف، أو أنت كمان تبحث من خلالك ممكن نتعرف عليه ونستضيفه كمان بقادمة الأيام. تفضل. إن شاء الله. أنا لا أعرف شيء عن هذا الصحفي، لكن وجدت بعض الأشخاص أيضا ينتمون للبيت الكردي، سأقوم يعني في مجال البحث عن ممكن نتواصل عن طريقه ونعرف المزيد عن الكرد اليمنيين. طبعا اللي عرفت أنه انصهروا خلاص في المجتمع اليمني وأصبحوا جزء من المجتمع اليمني،
بلى. لكن طبعا يعني سعيد انه في كرد في اليمن، وايضا سمعت انه في كرد ايضا في السودان، وان شاء في الله مصر. نطلع اكثر. في مصر حلو. طبعا معروف، في مصر قديمين، وكان لهم يعني كان لهم دور كبير جدا في الإعلام المصري، بداية الإعلام المصري كصحافة كان لهم دور كبير جدا، ثم بعد ذلك في الفن وفي كثير من القضايا في مصر كانوا أقدم وأكثر حضور من بقية الدول العربية كيك الأخرى. أنور، يعني حول ثقافة الأحزاب القوموية بشكل عام، خاصة التي حكمت سوريا وليبيا والعراق واليمن الجنوبي واليمن الشمالي والسودان وغيرها، على ضوء معرفتكم حول الكرد في اليمن والافتخار بأصولهم الكردية، هل حاولت يعني التعرف أو سماع أو بشكل شفاهي أو كتابي، هل كانت هناك موانع قانونية أو مجتمعية أو سياسية تمنع الكرد في اليمن من الإدلاء عن حق الانتساب بأصولهم الكردية كما حصل في سوريا أو العراق؟ أصدقك القول أنه في اليمن طبعا يعني كان في عندنا مثلا ما في تحديد يعني مثلا القومية، باعتبار الكرد أقلية قليلة جدا يعني. كان في نوع من التمييز ضد اليهود اليمنيين، وطبعا للأسف تم تهجير يعني الأغلبية العظمى من يهود اليمن، فأصبح عملية يعني فلاشة قصدك؟ عملية عملية فلاشة الفلاش. عبر الفلاش هم أثيوبيا. هم يهود أثيوبيا، يسمى الفلاشة. عملية ترحيل كانت يعني، حتى أتى الحوثيين وهجروا بقية اليهود في اليمن، فأصبح يعني مجتمع يعني بلون واحد، دين واحد، شكل واحد، ثقافة واحدة. مرحلة حاليا اليمن صعب يتقبل أي لون أو ثقافة أو يعترف بشيء، يعني كله لون واحد، ثقافة واحدة، دين واحد. مرحلة صعبة، مخاض عصير جدا يعني، حول موضوع الهوية والاعتراف بالآخر. يعني المجتمع اليمني يمر مرحلة صعبة جدا يعني، كمجتمع متدين، مجتمع قبلي، وأصبح يعني انتشار الإلحاد والخروج عن الدين الإسلامي يعني واضح ومنتشر بشكل كبير جدا كمان، يعني بشكل طبعا سري أكثر مما يكون علني. تحولت كبيرة جدا. اللون الواحد حولنا باتجاه آخر، يعني تدمير المجتمع، تمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، عنصرية أكثر، تفرقة أكثر، قبلية، مناطقية. يعني وصلنا لمرحلة صعبة جدا. أتمنى إنه نرجع كما كنا زمان، يعني الوضع تكون أفضل بكثير. نتمنى استاذ انور طبعا، يعني بفضل وجود الخيرين من امثالك، يعني ويعني ان نبدا ببناء الانسان وبناء الفكره ايضا. يعني المجتمعات الشرقيه كلها ابتلت بهذه الانظمه الدكتاتوريه القومويه العنصريه التي يعني نخرت بجسد الانسان والانسانيه. صديقي، لنعود إلى نقطة أخرى حول السياسة والكرد واليمن. بعد الاستفتاء الكردستاني في كردستان العراق، والذي صوت عليه الكرد بنسبة 97%، كتب أنور البريهي ما يلي: بعد سقوط كركوك بيد قاسم سليماني بقيت هناك تساؤلات عديدة واستفهامات كثيرة. هل انتهى حلم الدولة الكردية؟ وإلى أين يتجه الإقليم بعد الاستفتاء؟ عند الحديث عن قيام دولة كردية يجب عدم إغفال الدور الذي لعبته إيران ومن خلفها تركيا في محاربة أي توجه من الكرد نحو إنشاء كيان كردي وتحت أي شعار. ما الدور الإيراني في المنطقة بدءا من اليمن وانتهاء بكردستان وكركوك؟ إيران طبعا لها دور كبير جدا. إيران بالنسبة ل يعني تنظر للكرد منظار ديني، إنه أغلبية الكرد يعني أغلبية سنية، فهذا طبعا يشكل بالنسبة له شيء صعب جدا يعني. إيران تبحث عن المحاور، تبحث عن حلفاء في إذا قامت دولة كردية سيكون من الصعوبة أن تجد لها حليف. فلذلك دور إيران دور كبير جدا في التقسيم. طبعا يختلف الأتراك والإيرانيين وحتى العراقيين مع السوريين، يختلف في كل شيء إلا في شيء واحد: منع قيام دولة كردية. وأعتقد هذا أيضا سياسات عربية كاملة. ممكن مثلا في مصر يتم التحدث عن الكرد وقضاياهم ومساندة الكرد كنوع من النكاية بتركيا، وهذا يجب أن يعرفه الكرد. ليس موضوع متعلق مثلا
بقيم معينة، قيم التسامح والعدالة والحرية وحق الشعب وتقرير المصير. الموضوع موضوع يعني صراع سياسي ما بين تركيا من جهة، إيران من جهة، بقية الدول العربية. أنا ممكن أستفيد بعد ذلك من مصر مثلا بعرض قضية أو عدالة القضية الكردية، لكن ما أفتخر بهذا الشيء، لأنه يعني ديكتاتور يبحث عن مصالح معينة، مجرد ما اتفق مصالحه مع النظام التركي ترجع المياه لمجاريها، ويكون الكرد أيضا هم الطرف الخاسر. لكن أيضا أنا ممكن أستفيد من هذا الشيء كمرحلة أولى. العرب مختلفين في كل شيء، مجتمعين على شيء واحد مع إيران مع تركيا: منع قيام دولة كردية. حلو. في إحدى مقالاتك كتبت ما يلي: الدولة الكردية ستكون بمثابة الشوكة في خاصرة إيران وتركيا، ولسوء الوعي العربي فقد انضم العرب وإعلامهم للجوقة التركية الإيرانية في التهجم على محاولة إنشاء الدولة الكردية، فحكام العرب والنخب السياسية والثقافية رفضوا قيام الدولة الكردية بحجة الخوف من تقسيم العراق وسوريا، وبحجة أخرى أن إسرائيل تدعم قيام الدولة الكردية، وهم اليوم في حضن إسرائيل كلا وجمعا. تفضل. طبعا كان الحج انه يعني موضوع مثلا كان في اخطاء فرديه مثلا، او انا اعتبرها حريه، انه في شخص رفع علم اسرائيل اثناء حفلات يعني او يعني احتفالات استفتاء دوله قيام الدوله الكرديه. استغلها طبعا الاعلام العربي المضاد لتشويه انه خلاص هناك كيان صهيوني او اسرائيل تدعم قيام دوله كرديه، وانا لو ارادت اسرائيل قيام دوله كرديه لقامت. لكن ايضا نكون صريحين بهذه الامور. إسرائيل بالنسبة لي أو بالنسبة للبقية كردستان يعني نظرة يعني متعلقة بالصراع السابق، وأنه صلاح الدين الأيوبي لن يغتفر له لأنه كردي محرر القدس. هذا نقطة صعبة يعني. أيضا موضوع أنه يعني طبعا موضوع القضية الفلسطينية وإسرائيل والتطبيع، وفي تلك الفترة كان يعني على قدم وساق. طبعا بالفترة الأخيرة الجميع يعني الآن يعني اتجه نحو التطبيع وبقوة. طبعا تنسينا الماضي، خلاص نسينا موضوع رفع علم الكيان الإسرائيلي والكيان الصهيوني في حفلات كردستان أو الاحتفالات أثناء الاستفتاء. لكن بقى شيء ثابت أنه الاستفتاء يعني أثبت أنه الشعب الكردي طلع إلى قيام دولة كردية، وهذا حق 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 تقرير المصير، حق إنساني لكل شعوب العالم. إذا أنا أدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية، من المنطق، من العقل، من المساواة، يعني من جميع الجوانب الإنسانية التاريخية الدينية العقلية القانونية، يعني بكل ما تعني الكلمة، من حق الشعب الكردي تقرير المصير. طب عقب الاستفتاء لقد أشدت إشادة كبيرة بالزعيم الكردي السيد مسعود البرزاني الذي أصر على إجراء الاستفتاء رغم كل الضغوط المحلية والعربية والتركية والإيرانية والدولية لكي يتم تأجيل الاستفتاء كون التوقيت غير مناسب على حد تعبيرهم. فالصاروخ مسعود البرزاني دخل التاريخ، وهذا كلامك، من أوسع أبوابه كمناضل ومقاتل سابق ثم كسياسي محنك قبل أن يستقيل، وبعد الاستقالة تحول إلى شخصية مرموقة تستحق الإشادة والتقدير. هل قراءتك هذه كانت من زاوية الاستقراء والاستدراك المعرفي والسياسي بالحال الكردي والكردستاني، أم كان موقفا عاطفيا بالنسبة إليكم؟ لا ما زلت على موقف انه موقف الصاروخ مسعود البرزاني كان موقف تاريخي، يعني سيسجل في التاريخ انه يعني دعا الى استفتاء وحاز الاستفتاء هذا على 97%. طبعا حصل ما حصل من كارثة بعد الاستفتاء، والرجل أعلن مسؤوليته عن الحادث وتنحى عن العملية السياسية. نتمنى أنه يكون الإقليم نموذج، يعني ما زلت لحد الآن في موضوع الحريات ما زال يعتبر أفضل من غيره. تجربة كرد العراق كانت تجربة قاسية، من يعني مجازر، من الأنفال وغيرها لحلقة، ما زال يعني الحلم في الطريق، يعني في وضعهم أفضل بكثير يعني من وضع كرد سوريا أو كرد إيران، مع يعني وضع كرد تركيا وكرد العراق نوعا ما أفضل. حاليا نخاض حروب طاحنة، لكن مزيد من الحريات، مزيد من الشفافية تكون يعني مساندة للدولة الكردية. أنا حقيقة أتمنى أنه ما أتمنى يكون نموذج آخر لدولة عربية، أتمنى يكون نموذج مختلف، يعني نموذج في شفافية، في حرية، في
في تعبير، في حرية التعبير، في ديمقراطية، وهذا الشيء يعني ماشي على قدم وساق إن شاء الله، ويتعزز أكثر في إقليم كردستان العراق. أتمنى نموذج يعني جيد بحيث إن نفتخر فيه، إنه الدولة الكردية لا يا إخواننا العرب، الدولة الكردية ستكون يعني شريك أساسي للعرب، ستكون داعم لنا ولقضايانا، لأنه شعب تعرض للاضطهاد، شعب تعرض للظلم، شعب يعني مشرد مقسم بين الدول. فإذا جمعنا هذا الكيان أو الدولة الكردية سيكون داعم أساسي للعرب ولقضايا العرب، وأعتقد نحن أكثر يعني قربا. ربما شهادتي أيضا غير مقبولة يعني، ولنا في لأنه أغلب التاريخ العرب تجارب ولنا في التاريخ تجارب غنية يعني حول أكيد يعني المشتركات. طبعا. مم. للأسف في شرخ كبير يعني بين العرب والكرد، آه، ما ب لكن إن ب شاء ب الله. يعني هل هو أكاك أنور، يعني هل السياسي أو الحزبي أو الحزبوي هو المسؤول الوحيد والأوحد عن هذا التباعد وهذا الشرخ الكبير الذي أشرت إلى، أم أن النخبة السياسية أيضا يعني تتحمل قسطا كبيرا من هذه المسؤولية؟ والله المواطن العربي بنفسه الآن، طبعا احنا في ظل وسائل التواصل الاجتماعي يعني المعرفة أصبحت سهلة وأقرب. يعني أنا إذا يعني أستطيع أن أعرف يعني الحقائق أو الواقع أو أطلع بنفسي، يعني عملية سهلة جدا، بضع نقرات وأطلع على كل شيء يعني. لكن للأسف إنه إحنا في مرحلة الاستقطاب، يعني استقطاب الطائفي. يعني أنا شيعي سأكون مؤيد لإيران والشيعة في العراق أو بعدة أماكن أخرى، أنا سني أؤيد تركيا وسنة كذا، أنا تابع لجماعة الإخوان المسلمين مع كذا وكذا، أو أنا تابع مثلا الجناح. ويعني استقطاب وراء استقطاب، بالأخير وصلنا إلى موضوع الدول المحاصرة لقطر ودول يعني مع قطر، دول الحصار ودول اللي ضد الحصار. فحصل نوع من الاستقطاب الغير طبيعي على المجتمع العربي، انقسم بشكل يعني خيالي، انقسم حزبيا، انقسم دينيا، انقسم طائفيا، انقسم سياسيا. يعني شرخ، مو يعني شرخ ليس بين المجتمع العربي والكردي. الآن للأسف الشرخ للأسف. يعني الشروخ وصلت إلى بيوتنا. يعني أنا مثلا ممكن أكون مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين وأخي مؤيد مثلا للحوثيين وإيران. لا أخي، لا تكون مؤيد للإخوان. لا أنا أضرب مثل يعني، أو هذا مؤيد لتركيا وهذا مؤيد، يعني انقسام هائل، يعني انقسام، والانقسام هذا يعني نتج عنه كوارث. تعرف إنه مثلا في يعني مجرد مباراة بين بلى بلى. مثلا كناحية رياضية، مباراة في اسبانيا بين الريال مدريد او برشلونة تحصل كوارث في عدة دول، في اليمن، في العراق، ويحصل اطلاق نار، يحصل قتل على يعني على مباراة يعني بعيدة كل البعد عن يعني عن البلدان. لا وبائع السوبر ماركت امام ملعب برشلونه مثلا يبيع يعني اكثر نسبه من البيره ومن الشراب وما شابه ذلك، ونحن نتقاتل على النتيجه في اليمن او في كردستان او في العراق وفي غيره. حصل قتلى في كل مكان ويحصل اطلاق رصاص وفوضى، فما بالك يعني باشياء متعلقه بالطائفه او يعني طائفيا كناحيه شيعه او سنه او مع بلى الاخوان او ضد بلى. الاخوان، مع تركيا، مع السعوديه، مع دول الحصار، مع الدول المحاصره، مع الدوله المحاصره، وهكذا. يعني صراع مرير جدا، وانقسامات تلو طب انقسامات. صديقي، شيء يعني محبط. حول الدور التركي في المنطقة واحتلال يعني الأراضي العراقية والأراضي السورية، ودور تركيا المستقبلي، والتعامل مع القضية الأرمنية الآذرية، والدخول عبر المحيط الأطلسي إلى ليبيا. إلى ماذا ترمي تركيا، وكيف تفهم وتتفهم، وكيف تريد أن تضع لنا النقاط على الحروف في السياسة التركية في المنطقة؟ تفضل. أنا حاليا مقيم في اسطنبول. سعيد لسماع سؤالك اللطيف هذا جدا. طبعا الأتراك تعلموا شيء يعني من الأوروبيين، إنه مصالحهم في كل اعتبار. تركيا تبحث عن مصلحته، يعني مصلحة إنه تتمدد، مصلحة يكون عندي 30 كيلومتر منطقة آمنة ووجدت الدعم. يعني مصلحة إنه تدعم أذربيجان ضد يعني أرمينيا. أرمينيا، مصالحها في حوض شمال الشرق المتوسط واستكشاف النفط. تركيا تبحث عن مصالحها. ماذا يبحث العرب؟ عن ماذا يبحث العرب؟ عن ماذا يبحث الكرد؟ السؤال موجه للكرد والعرب. يعني تركيا بلد اطلب العلم ولو في الصين، واطلب البترول حتى في اعماق البحر المتوسط. تركيا بلد تبحث عن مصالحها ومصالح الشعب التركي. ماذا يريد العرب؟ ماذا يريد الكرد؟ هذا السؤال موجه للعرب والكرد. تركيا بالأخير بلد سويا.
بلد يبحث عن مصالحه. أنا ماذا أريد؟ أنا ككردي مثلا تركي، أو ككردي عراقي، أو ككردي سوري، أو كعربي، ماذا أبحث؟ عن ماذا أريد؟ هل أكون تابع لتركيا أو تابع لإيران؟ تابع للمملكة العربية السعودية أو تابع لقطر؟ يعني ماذا نريد نحن؟ الكرة في ملعبنا وليس ملعب الأتراك. الأتراك يبحثون عن مصالحهم الاقتصادية والسياسية، وهذا حق مشروع. ماذا أريد أنا؟ هل أنا كدولة مجرد تابع بالضبط. لتركيا؟ تمام. صديقي، كردستان واليمن تشتركان بالكثير من المشتركات كالصراع الحزبوي والجهوي والمناطقي والمذهبي والطائفي والسياسي. هل لك أن تسقط لنا هذه المشتركات بين الشعبين الكردي واليمني على الطاولة، وأن تتفحصها بعين ثاقبة ومسؤولة، وطرق الخلاص والعلاج من هذه الأمراض المستعصية التي تهب على كردستان وعلى الحركة الثقافية والحركة الفنية والحركة المجتمعية والسياسية في كلا الطرفين اليمني والكردستاني؟ تفضل. طبعا التشبيه صعب، يعني الوضع اليمني صعب جدا، معقد أكثر من الصعب، أكثر يعني من الموقف الكردي أو الوضع الكردي. لكن بشكل عام حقيقة يعني أقولها بدون مجاملة، الشعب اليمني يشعر أنه شعب مظلوم مثله مثل الشعب الكردي يعني دائما يعني. لذلك في إحدى المرات قامت قناة روداو باستطلاع، كان كثير من اليمنيين مؤيدين لاستقلال كردستان طبعا، وكان صدمة للجميع. يعني يقول لك أنتم العرب يعني أنتم الأصل، كيف تقسيم مثلا بلد كالعراق؟ كان صدمة الكثير من أصدقائي العرب، وقالوا غريب يعني أنتم اليمنيين عجيبين جدا، أنتم أصل العرب، كيف تؤيدون التقسيم هذا؟ ما استوعبوا الفكرة. وحقيقة ما زال لحد الآن كثير من الأفراد الشعب اليمني ينظرون للشعب الكردي شعب ويستحق الحرية والعدالة وحق تقرير المصير. إلى الآن يعني هذا الشيء ما زال موجود، رغم الاختلافات الموجودة في اليمن متفقين على هذا الشيء يعني. طب في ظل هذه الانهيارات يعني الثقافية والسياسية والهرمية في المنطقة، كيف ترى مستقبل العلاقة الكردية العربية في ظل الانهيارات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط والعالم؟ والله مستقبل العلاقات العربية متعلق بتركيا وإيران، لأنه العرب إما تابعين لتركيا أو تابعين لإيران. وطبعا العرب بشكل عام السنة يفضلون تركيا على الكرد، والعرب الشيعة يفضلون الإيرانيين على الكرد بشكل عام. أكون صريح واضح الموضوع ده. فلذلك للأسف الكرة ليست في ملعبنا، متعلقة بالسيد التركي والسيد الإيراني، طيب ماذا طب يقرر ماذا يريد، وهم ألم يحن يلعبوا هذا الوقت اللعب. يا أنور، ألم يحن الوقت لإقامة حلف عربي كردي يعني، وأن تكون كردستان كسد منيع أمام الأطماع التركية أو الأطماع الفارسية تجاه البلدان العربية، حتى يعني أن تكون يعني إقامة حلف عربي كردي ضرورة تاريخية ومعرفية وثقافية ووجودية بين الشعبين العربي والكردي. السؤال وجيه، سؤال جميل، يعني سؤال رائع، سؤال $1,000,000. لكن هل العرب ينظر أنه تركيا عندها أطماع؟ هل العرب ينظر مثلا العربي السني ينظر أن تركيا لديها أطماع؟ لا. هذا الشيء إيران لها أطماع في ظل يعني في مرحلة حرجة صعب. السؤال يعني لا، يكاد سؤال يكون من موجه عفوا يعني المستحيلات. لكن كأنور، السؤال موجه للعقل الأعلى من الجانب العربي والكردي، وليس إلى الأحزاب أو إلى النخبة الثقافية المعينة. يعني العقل الأعلى لدى الطرفين يعني قادرين على أن يقوموا يعني بتشكيل حلف، وضرورة تاريخية مثل ما قلت يعني بين العرب والأكراد، يعني خاصة الدولة العثمانية أو الأتراك عبر التاريخ القديم والحديث معروفين بأنها دولة توسعية، والسلطات في تركيا أو النظام التركي عم بيرفعوا شعارات عثمانية. وعلى الطرف الإيراني، إيران يعني عنده مجال حيوي كبير من اليمن إلى لبنان إلى العراق وسوريا وإلى آخره. يعني بالعكس الدولتين عم بيحاولوا يرجعوا أمجادهم التاريخية. واضح، وهذا الشيء قائم على قدم وساق. احنا ما زلنا في مرحلة تغييب الوعي العربي ما زال مغيب إلى الآن. ربما تكون هناك صحوة، وأتمنى أن تكون قريبة، مع يعني تشاؤمي بهذا الشيء. ما زلنا تابعين وسنظل تابعين لفترة يعني طويلة جدا. والدول العربية للأسف يعني ستتجه إلى مزيد من التقسيم يعني هذا شيء واضح، أنه سوريا ستقسم كما العراق سيقسم، واليمن وليبيا كمرحلة أولى. وما زال الوعي مغيب لدى العرب، ولا نعرف اتجاهاتنا أو خياراتنا لحد الآن. أنا آسف، كثرة الرسائل.
فكناحية منطق وعقل يجب أنه يكون هناك وعي عربي، ويكون هناك يعني تأييد وحلف قوي بين العرب والكرد من جهة، ولا ننظر مثلا أن الأتراك يعني شر مطلق، نتعامل معهم منطق عفوا يعني منطق المصالح فقط لا غير. نتعامل مع إيران منطق المصلحة يعني. لكن للأسف طبعا كل هذا يعني إحنا مرحلة اللاوعي، مرحلة جاهلية يعني كبيرة جدا، مرحلة صراع حتى ينتهي هذا الشيء ويرجع العقل العربي إلى دوره. ممكن يكون هناك حلف هل كردي هل عربي. هل الحالة المجتمعية العربية والكردية قادرة على استيعاب هذه التناقضات الكبيرة، في خاصة وأنت أشرت إلى حالة تغييب الوعي المقصود، يعني خاصة من الجانب العربي؟ المجتمع العربي بات بين فكي الكماشة، يعني في تغييب مقصود للحالة الإنسانية وهدم الإنسان العربي بشكل كبير يعني. عملية تدمير منظم للعقل العربي للأسف يعني، وعملية يعني هناك جهات إعلامية وجهات ثقافية يعني سياسية، يعني سياسيين برلمانيين صحف كله يعني يعملون على اتساع الهوة بين العرب والكرد عبر تصريحات طبعا عنصرية، أو يعني البحث في الخلل، يعني مزيد من الانقسام، مزيد من الفرقة. وهذا حاصل طبعا، أو ما يجري طبعا من تصرفات الفصائل المسلحة في مثلا في المناطق المحتلة حاليا في عفرين والمناطق في رأس العين وغيرها. طبعا تزيد من الانقسام بين الجانب العربي والجانب الكردي بهذا الشأن طبعا. للأسف الشديد يعني هناك عمليات، يعني عمليات جدا مسيئة للعرب بشكل عام، عملية القتل خارج نطاق القانون، انتهاكات، يعني استيلاء على المحاصيل، نهب الأرض. بلى بلى أستاذ أنور، أنت معنا؟ أستاذ أنور البريهي، راضي ما زلنا. تفضل. كبير. انقطع الخط. أنا آسف، وصلني لا، اتصال تفضل على تفضل. عفوا، وصلني اتصال عن ثابت فحصل انقطاع كامل. تفضل. طيب استاذ انور، يعني الاحزاب، الحركات الثقافيه والسياسيه اليساريه والقوميه فشلت فشلا ذريعا في اداره الازمه واداره الوعي في المجتمعات العربيه، واليوم يعني نشاهد الحاله التدميريه المعاكسه، يعني من خلال الحركات الراديكاليه الاسلاميه وقيامها بتشويه صوره الاسلام. تقوم هذه الحركات الراديكاليه ومن ورائها الإسلام السياسي العالمي بعمليات القتل والذبح في الشرق وفي الغرب وخاصة في أوروبا. ما هي يعني مخاطبتك، أو ما هي الأدوات التي تؤهلك كمثقف عربي أن تتفوه به، أو أن تقوم به، أو أن تصل، يعني توصلها للطرف الآخر، سواء الكردي أو الأوروبي أو العربي بذاته؟ يعني ما هو ادوات، يعني الادوات المعرفيه والثقافيه عندك في خطابك الثقافي في مخاطبه هؤلاء الراديكاليين اللي عم بيذبحوا العزل وناس والكهنه والنساء والاطفال في شوارع اوروبا؟ طبعا شيء محزن ما حصل، يعني يعني شيء جدا مؤلم، يعني بغض النظر عن ما قام به مثلا المعلم في فرنسا، انه يقطع راسه بهذه الطريقه. انا يعني حتى الدين الاسلامي لا يسمح هذا الشيء. انت لست جهه لتنفيذ القانون، عندك قضاء، عندك اعلام، يمكنك مخاطبه الشان العام، يعني تلجا الى القضاء، يعني يعني اتخذ اي خطوات بعيده عن عمليه جدا مؤلمه، يعني ذبح وقطع راس او التوجيه لكنيسه. يعني الاسلام ينهى عن هذا الشيء، انه نقتل امراه في كنيسه، يعني شيء جدا مؤلم، شيء يعني شيء محزن ما وصلنا إليه. يعني عملية القتل أو الذبح طبعا، المشكلة أنه لا يحصل فقط في أوروبا، يعني طيب عملية ماذا يخدم استاذ انور؟ يعني يخدم اي جهه؟ و- يخدم والله هناك يعني هناك المتطرفين، اليمين المتطرف، أو في أوروبا يعني ما أستطيع أطلق عليه مسيحي، أو اليمين المتطرف من قبل المسلمين في أوروبا أيضا، هذا يخدم يعني قضية موضوع الصراع. أخاف أنه في فترة من الفترات يحصل صراع في داخل أوروبا بين المسلمين يعني
في الدول المقيمين فيها، مع يعني عملية قتل أو ذبح على الهوية. يعني معقول نصل لهذا الحد يعني، أو الصراع كما حصل يعني في مع اليهود في الحرب العالمية الثانية، مع عملية يعني قتل وذبح. يعني هناك جهات تلعب يعني على وتر حساس جدا، وهناك عدد كبير جدا الآن من اللاجئين والمهاجرين. يعني شيء محزن ما يحصل. وأعتقد أوروبا في تخبط في سياسات دول الاتحاد الأوروبي، وهناك كثير من الأشخاص المطلوبين والملاحقين ويتم التغاضي عنهم إلى يعني حين ارتكاب جريمة مروعة هنا أو هناك. أوروبا يعني ضلت الطريق في طيب هذا برأيك الشيء. يعني هل الممارسات الإرهابية الراديكالية اللي عم بتصير بأوروبا أو بالشرق الأوسط من ذبح وقتل ودواعش وإلى آخره في كردستان وفي المناطق الأخرى من العالم ومن الحركات المتطرفة الإسلامية بغطاء الإسلام العالمي السياسي، يعني هل هناك من يدير برأيك، يعني برأيك الشخصي والمعرفي والثقافي، هل هناك يعني حالة كومونية جامعة تجمعهم، أم هي عبارة عن استفزاز أو ردود فعل نتيجة التعامل الغربي مع القضايا العربية والإسلامية بشكل عام؟ طبعا أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة. لا أستطيع أقول أن هناك يعني جهة، موضوع الاستخبارات أو الصهيونية أو يعني هناك خلل طبعا في تفكيرنا، خلل في تفسيرنا للدين. يعني أنا أعتقد هناك عملية إصلاح شامل. إحنا في فترة، في عصر لا نقبل عملية القتل أو الذبح بسبب الاختلاف أو بسبب التعبير عن الرأي. مستحيل نفكر بهذا الشيء. عملية يعني أعتقد يقوم بها المسلمون قبل أن يقوم بها مثلا موضوع الغرب، عملية تصحيح المفهوم، عملية تحريم كامل. يعني يجتمع مشايخ الإسلام والمسلمين أنه نحن في عصر نرفض عملية قطع الرقاب أو عملية الذبح أو عملية التفجير أو عملية كذا. أنت في أوروبا اختلفت بشيء، ما عجبك شيء، هناك أنت خلص، أنت هذا نظام الدولة، الجأ للقضاء. يعني هناك بلى. أكثر من 1000 خيار. لكن طبعا هم استغلوا الثغرة الموجودة في النصوص الدينية. لا أنكر هذا الشيء، هناك جهات تستغل هذا الشيء وتفسيرها. وطبعا هناك عملية فشل أوروبي في مثلا موضوع دمج اللاجئين أو طب المهاجرين. يعني ولكن كأنور، ولكن على طرفنا يعني نحن عندنا فشل حضاري وثقافي ايضا في بناء الوعي الانساني الحضاري، يعني في الشرق ايضا، وخاصه فشل. يعني الدول القطريه يعني والاحزاب والحركات الثقافيه اللي ساهمت بانتاج هكذا نوع من الوعي. هذا لا خلاف عليه، لكن هذا محصور في بلداننا. لكن أنت الآن عندك مجموعة أو عدد كبير جدا من اللاجئين أو المهاجرين. أول يعني مهاجر مثلا يعني قديم، يعني سميه ما شئت، يعني عملية الدمج أصلا في فشل في هذا الشيء. في فشل في فرنسا، في فشل يعني حاصل. أنا قرأت قبل فترة كان في توجيهات من جهة أوروبية حقوقية، حذرت دول معينة أنه سيحصل نوع من الاحتكاك، يعني نوع من التوتر، نوع من العنف في بلدان معينة بسبب فشلها في دمج اللاجئ. هذا الكلام وجه للأوروبيين بشكل عام، لا أتوجه أنا للأنظمة العربية، لأنظمة فاشلة وتستمر في تغذية الفشل. أوروبا أيضا فشلت في هذا الشيء. لذلك بين فترة وفترة تطفو على السطح قضايا من هذا الموضوع، الهجمات سواء كان في بلجيكا أو في فرنسا أو غيرها. طبعا هناك نوع من الفشل الأوروبي. هل سيدرك الأوروبيين الخطأ الذي وقعوا فيه؟ لا أعرف، لكن الكرة تظل في ملعبهم. وأيضا هناك كما قلت لك يعني استغلال للنص الديني الإسلامي، في استغلال كبير جدا. يجب هناك يعني يكون هناك مرجعية إسلامية دينية تفتي فتوى واحدة، يعني موضوع معين أنه كذا كذا كذا. الاستغلال في النصوص او ما حول النصوص، ام الاسلام بحاجه الى يعني نوع من التعامل السلمي مع القضايا الحساسه والشائكه؟ أنا لا أريد أدخل في حملة تكفيري، يعني ما مستعجل على موضوع تكفيري لأنه أفكاري جدا ليبرالية بالموضوع هذا. لكن كما قلت حلو. لك يعني هناك نص، والنص هذا يعني تقديس النص يعني حسب نوع. مثلا نضرب مثل موضوع مملكة الأيمان، يعني موضوع الإماء طبعا كناحية دينية هذا يعني نص صريح واضح. لكن أتى يعني هذه من حسنات عبد العزيز آل سعود أنه منع البيع الجواري والعبيد في الجزيرة العربية في تلك الفترة، رغم مثلا وجود حالة فردية، مع أنه موجودة بنص قرآني والناس تعودوا على هذا الشيء. يعني عندما نقول في عبودية باليمن الجميع يستنكر، ها عبودية موجود في رق في اليمن،
مع أنه في ثقافتنا وفي الدين الإسلامي شيء ثابت وواضح وصريح، لكن حصل عملية نوع من الاستنكار لهذا الشيء حاليا. رفض. ما معقول أصلا أن يكون عندي جواري وعبيد مع أنه موجود بالنص الديني. حصل نوع من التغير. ممكن نعمل أشياء كثير جدا يعني بهذا الشيء. نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى إدراك. أنا غير مستعجل على تكفيري طبعا، أنت عارف موضوع الديني شائك لا وأنا ما بحب يعني حتى نتقرب من المواضيع. تمام صديقي العزيز أنور البريهي، ناخذ منك الكلمة الأخيرة وكلمتك العزيزة والجميلة الموجهة إلى الشعبين الكردي والعربي. مثل ما قلت ومثل ما تفضلت أنت كمان أيضا، نحن بحاجة إلى بناء وعي مشترك ووعي كبير وبناء جبهة كردية عربية للدخول إلى هذه المئوية أو هذه الألفية الثالثة بعيون غير دامعة. يعني ممكن ناخذ منك الكلمة الأخيرة وراح نستودعك ونقول لك الله معك. طبعا ما حصل يعني النقاش بيني وبينك عبر قناتكم الكريمة، ربما أكون أصبت، ربما أكون أخطأت، ربما حصل نوع من القصور أو عدم التوضيح الكافي، ربما أنا تسرعت في مجال معين. فأنا أعتذر لكل من يعتبر كلامي كان موجه له، مثلا بالذات موضوع كرد سوريا وموضوع الانتماء وموضوع يعني قمع شديد جدا، يعني رفض كامل. لماذا؟ حرية التعبير، حرية الرأي. ربما أصبت، ربما أخطأت في هذا المجال. أنا صديق يعني بشكل عام يعني تغاضوا عن يعني في أنا لاحظت إنه مثلا في نوع من استغلال فقرة معينة مثلا ربما أخطأت فيها، فهذا لا يشفع لي أن أنا محب للشعب الكردي. في الأخير يعني أتمنى يعني في شيء يعني آخر يعني أحب أختم فيه، إنه حرية ديمقراطية يعني أيضا حرية التعبير، حرية الرأي والنشر والإعلام، حق الشعب الكردي في تقرير المصير. هذا ما سأختم به للجميع، يعني لا يوجد عندي إضافة أخرى. الصديق العزيز الأستاذ أنور البريهي، في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكر الضيف العزيز الأخ صديق الكرد وكردستان الأستاذ أنور البريهي، الأستاذ الذي أنور وأبهر شاشتنا وبأفكاره النيرة وبقلبه الواسع والكبير. كل الموفقية لك كأنور البريهي، ونتمنى لك العمر المديد والصحة الدائمة وتصبح على خير. تحياتي لك وتحياتي لكل العاملين معك، وشكرا مرة أخرى للاستضافة. شكرا جزيلا كأنور، تحياتي. بله تماشاوران هجاب ویرنگی ام گیهان دویا پروگرام خو برنامه ما هفته نامد خدمت ودای روشن تیوی هر و حدیثت خدمت ودای به همو ارکین خو به بیا و یکینه کندنا بخیر و خوشیه دبن هرتم شاد و بختور بن سلاوین ما ج کارمند و جمجی پشکشوان این ادیکو جوارهنه تا هفتیا به لگل میوانندن لگل فکر و رامانندن برز انور بريهي چالاک وان و نویسکاری یمنی هروها اکرانا ما براستی خملاند بفکر و رامانی خو دوست گلی کرد هول دا کو بکار بهتر پرا دناو برا گلی کرد و گلی یمنی گلی عرب دا پیدا بکو چه بکی امجی بحوجداری انسان وسا شارازا دوستین کردا ام بحوجداری دنگین وسانه جد ناف حمد دولتین عربان بهیویا و یکینه کو دناو ترکان داجی تنابا فارسان داجی هر وها دوست و حوالین وسا ورن پیدا کرن بمینن دخیر و خوشیه دا هر شاد و بختوار بن ایوار باش.
çayip şeşare برم چای هواره خستم بمیز ناره مرن بدستت خاشه بمرم بدستت یاره aman yariz helakim terga meskin tenakim terga gülün tenakim aman yariz helakim terga meskin tenakim terga gülün tenakim Germa havinetinda Gölü göpkan binda Havşa yara narinda Kölil kaldu rejinda Defu dilan gümraha خجا زری سردا aman yariz helakim terga beskin tenakim terga gülün tenakim aman yariz helakim terga beskin tenakim terga gülün tenakim was mine
آخینه مودامو کی راهنه نارینه نارینه نارینامه شکر شیرینه برمالیامه نارینه نارینه نارینامه شکر شیرینه برمالیامه